النهارده هنتكلم على التورنا جريب، او هو ده اسم الماركه صراحه. التورنا جريب ده قصدي الجريب اللي احنا بنحطه فوق المضرب، تقريبا كلنا بنستعمله، مفيش حد ما بيستعملوش. هو اسمه الرسمي اوفر جريب، لانه بيتحط فوق الجريب بتاع المضرب علشان نفرقه من الحاجه التانيه اللي اسمها ريبليسمنت جريب. ايه الريبليسمنت جريب ده؟ ده اللي هو بيتحط بدل الايد الاصليه بتاعه المضرب، بدل الجريب الاصلي. انا دلوقتي بشيل الاوفر جريب عشان احط واحد جديد. الريبليسمنت جريب ده بيتحط بدل الجريب ده. ده لما ده بيقدم شويه، ده بيتشال وبيتحط بداله حاجه اسمها ريبليسمنت جريب. الريبليسمنت جريب دي بتبقى بديل للايد الاصليه، بتبقى تخينه شويه ومتبطنه شويه وبتلزق، ماشي. لكن اللي احنا بنستعملها بصفه دوريه ده اسمه اوفر جريب. الاوفر جريب ده انواع وخامات وتخانات، يعني في منه رفيع قوي ما بيتخنش المضرب، وفي منه تخين ايدك بتغرس فيه شويه. كل واحد بيفضل حاجه معينه. في انواع بتحس زي الشموع شويه، وفي انواع مخرمه، وفي انواع ناعمه، في انواع بتعيش. كل واحد بيبقى ليه نوع معين بيستريح فيه. الطريقه بقى بتاعت التركيب، معظم الناس تقريبا احنا اتفقنا مفيش حد بيلعب. كان زمان في لعيبه بتلعب بالمضرب كده عادي من غير التورنا جريب، دلوقتي كل الناس بتلعب بالتورنا جريب. بس اللعيبه اللي بتعرف تركبه قليله جدا جدا، وده بيعمل مشاكل في الماتش. انت ممكن تحتاج ان انت تغيره في وقت ما، ومستني بقى ان يجي حد يغيره لك. اللي انا بعمله ده، انا بفك التورنا جريب الجديده. هي كلهم بيبقوا معمولين بنفس الطريقه. هنتكلم بقى في الحته المهمه، يعني نركبه ازاي. دي اصعب حته. بص، انت مبدئيا لازم تمسك المضرب بالمشقلب كده بايدك الشمال. ده لو انت رايت هاند. الاشول هيعمل عكسنا تماما، يعني ما تخليش حد رايت هاندد يعمل لك المضرب لو انت اشول. يبقى اللعيب اللي بيستعمل ايده اليمين هيمسك المضرب بايده الشمال كده، يمسكه مقلوب كده، ويحط التورنا جريب كده. دي الطريقه الصعبه، بس دي الطريقه الاحسن. الطريقه الاسهل اللي هو التورنا جريب معمول علشانها، هتلاقي في ناحيه رفيعه فيه كده. بص هتلاقيها رفيعه كده وفيها لزق. فالمفروض انت بتفك اللزق ده وتقوم لازقه هنا كده وتبتدي تلف المضرب. ليه انا مش بستعمل الطريقه دي وناس كتير مش بتستعملها؟ لان الطريقه دي مع التكرار بتقشر الجريب الاصلي بتاع المضرب. كل مره تشيله تلاقي الجريب اتقشر. فانا بستعمل الطريقه الثانيه، باخد الناحيه العريضه الاول وبحطها كده، وتبتدي تلف المضرب كده، بتنزل كده. الموضوع ما فيهوش اي فنيات غير انك محتاج تعملها كتير. انت ايدك الشمال ماسكه من تحت، ممكن تتفرج على الفيديو ده كتير لغايه لما تحفظها. ايدي اليمين من فوق ماسكه الشريط كده، وبتنزل بالورب بنفس الاتجاه بتاع اللفات اللي في الجريب الاصلي. كل ما المسافه لازم يبقى معدي على اللي قبليها عشان ما يفكش، ما يبقاش فيه سبيسز. لو ضيقتهم على بعض الايد بتتخن قوي. وفي الاخر، عشان انا مركبه بالطريقه العكسيه، الحته اللي بتلزق دي في الاخر بتلزق هنا كده، وبعدين بجيب الحته دي والزقها من فوق، بتقفل عليه. بس كده، شكرا.